حاسس إنك بتتعلم برمجة بس مش حاسس بأي تقدم؟ ممكن تكون بتقع في نفس الأخطاء اللي أنا وقعت فيها في أول طريقي. ركز معايا وهقول لك على 5 أخطاء شائعة لازم تبعد عنها لو عايز فعلا تتطور. 1. بتتعلم كذا لغة في نفس الوقت، كل شوية تجرب لغة جديدة، يوم HTML، تاني يوم Python، بعدين C++. ده بيشتتك جدا. ابدأ بلغة واحدة، افهمها كويس واشتغل بيها على مشاريع، وبعد كده فكر توسع. 2. بتتفرج على فيديوهات بس ومش بتنفذ، المشاهدة من غير تطبيق. 0. مفيش حد اتعلم برمجة بعينيه بس. افتح الكود، جرب بنفسك، ولو الدنيا باظت دي علامة إنك بتتعلم. 3. بتقارن نفسك بالناس اللي سبقوك، بتشوف واحد بيعمل أبليكيشن كامل وبتتحبط، ده بدأ قبلك بسنين. ركز في رحلتك أنت واحتفل بكل خطوة صغيرة بتعملها. 4. مستني تبقى فاهم كل حاجة قبل ما تبدأ، البرمجة مش مادة لازم تفهمها 100% من أول مرة. ابدأ وانت في الطريق هتفهم حاجات كنت شايفها صعبة. 5. بتكسل تعمل مشاريع بسيطة، بتقول هو أنا هقعد أعمل to do list يعني؟ أيوة، المشاريع البسيطة هي المدرسة الحقيقية، كل مشروع صغير بيعلمك حاجة جديدة. في الآخر لو بعدت عن الأخطاء دي هتختصر شهور من التوهان وتبدأ تحس بفايدة اللي بتتعلمه فعلا. ولو لسه ما شفتش البارت اللي فات، ارجع شوف خارطة الطريق عشان تمشي صح من الأول، وعامل فولو بقى عشان الجاي أقوى.